اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعين قناه جديد سبورتس في كل مكان واكونت جديد 99 على التيك توك والانستجرام. معاكم محمد جد الله، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن حلقه جديده هنتكلم عن كثير من الموضوعات في الساحه الرياضيه، منها اوزيرو مع الزمالك، النادي الاهلي وسموحه وكولر وعقوبات كابتن محمد الشناوي، هنتكلم عن احوال نادي الزمالك الاخيره، هنتكلم عن عقوبه كهرباء واللجنه الانضباط. كلام كتير جدا جدا عندنا هنتكلم عنه ان شاء الله النهارده في الحلقه بشكل كبير جدا، زي ما وعدنا حضراتكم الفتره الاخيره نعمل حلقه حوالي كل 5-6 ايام نتجمع فيها كل ما يتعلق بالكره المصريه والاخبار المتداوله ونناقشها مع حضراتكم ونفسرها ونوضحها لحضراتكم. لكن قبل اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للقناه وتدعموا صفحتنا على البيج فيسبوك واللايك الجميل وتصلوا وسلموا على سيدنا محمد في كل وقت وحين. يلا بينا نبدا الحلقه، يلا بينا. بدايه كده خلينا نتكلم عن مباراه نادي الزمالك نادي الزمالك ومقاولون العرب، واللي انتهى بالتعادل الايجابي 2-2. المباراه اللي كان في ولايتها اوزيرو والولايه الاولى ليه لنادي الزمالك. انا بس حابب المباراه دي نادي الزمالك هو اللي عنده المشاكل، هو اللي عنده الازمات، ولكن النادي الاهلي الدنيا عنده مستقره شويه وهو كسب امبارح، فالموضوع بالنسبه للنادي الاهلي اهدى شويه. بالنسبه للزمالك اوزيرو لعب بتشكيل برضه زي ما قلنا لحضراتكم، هو 4-2-3-1 بنفس التشكيل المعتاد اللي لعب بيه كابتن عبد الهادي مع عبد الهادي الماتش اللي فات. لعب ورا بعبد المجيد اللي بيتتوالى في الاخطاء الدفاعيه، ومع الونش في اليمين لعب بالمسلوس، الشمال لعب بمسعد سكر ناشئ الجديد، لعب باثنين ديفندرات هو دونجا وعبد الغني، لعب بثلاثه قدام، اليمين لعب بنضاي وفي الشمال لعب بمصطفى شلبي، ولعب في وسط الملعب زيزو، ولعب قدام كان بناصر منسي. ده بالنسبه لتشكيل لعب بيه اوزيرو. انا عايز بس اوضح لكم بعض التريكات الفنيه على البورد على السريع، ونتكلم عن المباراه بشكل كامل مع اوزيرو وازاي بيفكر وايه اللي قاله بعد المباراه. وانا كده قلنا لحضراتكم هو الراجل لعب ب 4-2-3-1، بس اوضح لحضراتكم على البورد من فوق لتحت افضل. لعب ب 4-3-2-4-2-3-1، اثنين ديفندرات هم عبد الغني طبعا محمد صبحي في حراسه المرمى، لعب بيه عبد المجيد وعوينش، ولعب بيه في الشمال بسكر، وفي اليمين بالمسلوس لعب باثنين ديفندرات ثابتين عبد الغني ودونجا، ولعب بيه زيزو في صانع لعب، ولعب بيه في الشمال بمصطفى شلبي، في اليمين بنضاي، ولعب قدام بناصر منسي. كان زيزو بيبدل مع نضاي وشلبي بيبدل مع نضاي، والثلاثه بيبدلوا مع بعض بشكل حر. ولكن الزمالك لعب تشكيل لعب ده امبارح. المشكله بقى في الزمالك ان شلبي ما بيقدمش جديد، بيلعب اللعب المعتاد، لعب كنترول بس، وزيزو يعني لحد ما هو اللي ينحر في الصخر مع المجموعه دي. نضاي الى حد ما هيجي منه مع الوقت، واضح من وجهه نظري الراجل ده هيجي منه مع الوقت في الجبهه اليمنى، هيجي منه بيعمل فنتات كويسه، بيقف على الكوشه، عنده كنترول الكره الى حد ما كويس، فالراجل ده انا شايف انه يجي منه. يعني ده ممكن ده يبقى على الفرقه الموسم الجاي، ممكن يبقى ادوا الموسم ده زي تاو كده مع النادي الاهلي لما ادينا له فرصه ابتدى يفوق، فالراجل ده ادوا له فرصه هيفوق مع النادي الاهلي بشكل نادي الزمالك بشكل كبير. المشكله بقى فيها نادي الزمالك امبارح ان هو عدم استغلال الفرص، لما نزل يوسف اسامه النبي، ولما نزل مكان زيزو لعب ديفندر ثالث سيف فاروق جعفر، لما لعب ديفندر ثالث يعني صار لعب زايد، الاثنين ما كانش عندهم الرغبه الهجوميه او ان هم يخلصوا على الماتش المباراه بشكل يعني ايجابي. ما كانش عندهم هم نقدر نقول ايه خلصوا على المباراه. زي ما قلنا حضراتكم سيف فاروق جعفر اللعب عنده ني شويه، يوسف اسامه النبي اناني، فكان في هجمه امبارح هو ازيرو علق عليها بعد المباراه، قال لك ان انا عارف مين اللي ضيع ومين اللي اخطا ومين اللي بيلعب بنفسه في المباراه، وانا عارف مين اللي مش هيكون متواجد معايا او ملتزم معايا التكتيك اللي هقوله مش هيكمل معايا الفتره الجايه. فالراجل لعب بشكل 4-2-3-1 الى حد ما وجهه نظري، الى حد ما دي افضل تشكيله للفريق او افضل عناصر تأدي في النادي. ممكن بس باستثناء لو لعبنا بالحاج شمال وممكن نلعب زيزو كديفندر تاني وتلاقي مثلا ده نضاي هنا، يعني ممكن تختلف في بعض الاحيان. لكن انا شايفه ان نادي الزمالك امبارح كان عقيم شويه هجوميا. في بعض التركات اللي بيلعب عليها زور عايز اوضحها كلها ايه هي، في حاله ان الفرقه كلها ضغط لورا، وفي حاله الناس كلها الثلاثه والناس كلها مثلا في حاله ضربه مرمى او حاجه او ركنيه، بيكون نضاي واقف هنا على الجبهه اليمنى ثابت في نص الملعب، وبيكون ثابت هنا دونجا الى حد ما. ده التكتيك اللي بتكلم عليه في كونتر اتاك زيرو امبارح، لاحظت معاه بشكل كبير جدا. وبرضه لعب على جزئيه مهمه جدا الا وهي ان مصطفى شلبي يضم العمق بشكل كبير جدا ويخش مكانه زيزو كجناح شمال ويلعب تبادل بين المراكز اللي قدام. ده بس لعب عليه ازارو امبارح، ما كانش زيرو اللي ما كانش فيه تكتيك لسه حتى الان واضح ان بصمات الراجل بشكل كبير. ولكن عايز اعقب علينا الزمالك لسه محتاج شغل كبير جدا. الراجل ده هيعاني مع نادي الزمالك بشكل كبير، هيعاني مع اللعيبه نفسها ومنتاليه اللعيبه، ان في عناصر كتيره جدا جدا في الزمالك مستوى قليل قوي قوي قوي. انت عايز وجهه نظر تصفي كل المحترفين اللي عندك، تسيب نضاي يكمل ويجي مع 4 محترفين على مستوى عالي جدا ان شاء الله، حتى لو يكلفوك الاربعه مثلا 100 مليون مش مشكله، تجيب ناس تقيله مع تصفي بعض العناصر اللي هي مالهاش لازمه في الفريق اللي هي مستوى قليل، ويجيب مع عناصر مصريه الى حد ما كويسه كده، ذلك يبقى تيم قوي. انما مع احترامي للسكواد اللي موجود ده، انت لو جبت مورينيو او جارديولا مش هيقدر يعمل حاجه، ان الكواليتي على قده، على فرق وسط جدول مش فرق تنافس على افريقيا او دوري.
حرفيا هو بيراميدز بصراحه اعلى من الزمالك كسكواد. الاهلي اعلى، لكن الاهلي مش اعلى مستوى، ولكن النادي الاهلي اعلى. فالزمالك ده رينكو الطبيعي بالنسبه للسكواد ده. ولكن لما كان الزمالك معاه ساسي ومعاه ناس ومعاه بن شرقي ومعاه مصطفى فتحي ومصطفى محمد ومصطفى فتحي وبن شرقي والونش، لا كان سكواد فعلا يعني ياخد افريقيا، يعني يوصل للمراتب عاليه، ولكن برضو الجيل ده ما حققش افريقيا. فانا عايز اقول لحضراتكم الزمالك اتمنى عفوا الفتره الجايه يجيب سكواد كويس، وعشان ما يظلمش الراجل ده وشغله. ده بالنسبه للزمالك. ننتقل بقى عن برضه الصريح اللي قاله اوزيل في اخر المباراه زي ما قلت لحضراتكم. هو علق وقال انا عارف مين اللي ضيع ومين اللي اخطا ومين اللي بيلعب لنفسه في المباراه، وانا عارف مين اللي هيقدر يسيء، وقال لك انا اللي مش هيقدر ينفذ كلامي او تكتيكي انا مش هيكون متواجد معايا الفتره الجايه. ده بالنسبه لاوزيرو ونادي الزمالك. ننتقل بقى عن النادي الاهلي وتكتيك اللعب بيه. كولر بقى لعب 4-2-3-1، برضه لعب امبارح بديانج ولعب بامام عطيه، لعب قدام بطاهر محمد طاهر، ولعب ب شريف مخيف، ولعب بكهربا. بدا مش هتكلم عن النادي الاهلي فنيا كتير، ان هو ادى وتشهد اللعيبه. كولر ماشي الدنيا معاه ماشي الحمد لله، وكهربا ماشي على التراك معاه، وقدر شريف الفرصه امبارح واحرز هدف ارتو رائع جدا. يا جماعه شريف مهاجم كويس جدا جدا. الاخطاء اللي وقع فيها دي انا ما اتمناش انه يقع فيها قبل كده، اللي هو كاس العالم، لكن هو مهاجم جامد جدا، يعني مهاجم سريع وشويط وعارف انت اللي هو عامل زي ازارو كده، فمهاجم كويس. فالنادي الاهلي ما اعرفش بيقطعوا فيه ليه، يعني شريف كويس. برضو قفشه نفس الفكره على النادي الاهلي، ان الجماهير مقطعه بشكل كبير جدا، زي مصطفى شلبي لما جاب الجون امبارح الثاني، احد الجماهير عارف ان الجماهير متضايق منه جدا بسبب مستواه. ولكن النادي الاهلي بقى خلينا نتكلم عن النادي الاهلي، المستوى مش افضل حاجه. سموحه كان ممكن يرجع للمباراه في بعض الاحيان بعض الفترات، ولكن النادي الاهلي بيمشي بمستوى ثابت. متولي ورا وعبد المنعم انا شايف النظر دول افضل اثنين يلعبوا دفاع. متولي كويس جدا وعبد المنعم كويس، فافضل اثنين من وجهه نظري اللي يكملوا اهلي الموسم. ببلاش كده من زمان، عبد المنعم ومتولي افضل اثنين يلعبوا سد باكات. فالنادي الاهلي مش كلام كتير جدا نتكلم عنه، هو ماشي ورا سير المباراه، ولكن هنتكلم مثلا عن جزئيه مهمه. محمد الشناوي امبارح عمل حاجات ما تتعملش، ضرب اللعيب بدون كوره قدام الحكم اداله الكوره من غير ما يرجع قال لك انا مش هطلع ملعب لما يرجع للفار. لما طلع ما سلمش على زميله. طب ليه يعني انت ليه بتعمل كده؟ الشناوي تحس هو ملوش كبير. الشناوي وصل لمرحله يا جماعه انت مالكش كبير، وانا كده انا اللي هلعب، وانا كده حتى لو اخطات انا كده من المكان اللي هلعب الماتش الجاي. الشناوي لو جاب له جون قوي يا جماعه مش هيعمل اللي بيعمله ده. الراجل بيطرد نفسه امبارح بسذاجه كبيره جدا، انت كده كسبان الماتش باين. ليه بيضرب لعيب بدون كوره قدام الحكم؟ يعني الحكم برضه شخصيته يا جماعه عيب، ويقول لك انا مش هطلع الملعب لما الحكم يشوف الفار. انت هتحكم على الحكم بابا مهما كان هو ورتبته اعلى من اي لعيب في الملعب. فلا الشناوي عمل امبارح حاجات ما تعمل. المفروض الشناوي الناس بتقول لك ممكن يكون طرد او انذار، بس الموقف نفسه ما ينفعش، هو طرد وش. يعني هو كاخلاقي اكتر ما هو يعني عنف. انت ضربت اللعيب قدام الحكم في وشه بدون اي كوره بدون اي حاجه، ما ينفعش. سلوك غير حضاري من الشناوي. وشايف ان الشناوي بيبقى ليه بعض الهفوات كده اخطاء اللي بتدل ان هو انا لوحدي، انا ما حدش قادر يكلمني، انا كده هرجع تاني، انت كده محتاجيني. فلا انا شايف ان الشناوي لازم يجيب جون تاني قوي معاه يند ليه ويعلمه، يعني يظبط نفسه شويه برضه بحيث وجود مستوى في بعض الاحيان. لا لازم نجيب جون قوي للنادي الاهلي. ده بالنسبه للنادي الاهلي والزمالك، وتعليقنا على مباراتين امبارح وحال الجدول المصري. هنتكلم بقى عن جزئيتين مهمين جدا، هو النادي مرتضى منصور وعزله من القضاء الاداري، وعقوبه كهربا اللي هي 12 مباراه من لجنه الانضباط غير عقوبته من الاتحاد الافريقي. فالراجل داخل في عقوبات وادي اخر اللي يمشي مش مظبوط. المهم نتكلم عن نادي الزمالك ومرتضى منصور لما القضاء الاداري احكم بعزله من نادي الزمالك وباجراء انتخابات عاجله من الجمعيه العموميه، وان نادي الزمالك كده النادي الاعتذر. ولكن برضه هيبقى مرحله اخرى، هو ان مرتضى منصور هيقدم طعن على الحكم. لو اتقبل الطعن ويعني الاستئناف زي ما بيقولوا مش هيكون القرار اكنه ما تمش، ولو ما اترفض هيبقى فعلا هيتم عزله. وهل بقى يتم انتخابات عاجله؟ وبرده كان الكابتن حسين لبيب كان منزل بيان ان انا هترشح في الانتخابات وننقذ نادي الزمالك من اللي بيحصل. كابتن احمد سامي كان بيتكلم برضه هيترشح، فهنشوف الدنيا هتمشي ازاي الفتره الجايه. ده بالنسبه لوضع نادي الزمالك وحال الرئيس حتى الان لهذه اللحظه، وده اللي هيتم الفتره الجايه. بالنسبه للكهرباء برضه نفس القصه، الكهرباء توقف 12 مباراه من لجنه الانضباط نتيجه ان هو شتم جماهير نادي الزمالك مع جماهير الاهلي في الاحتفال الاخير، وان العقوبه برضه مهم يعني بتضم مع ماتش السوبر. وده اللي بيقولوا عليه النادي الاهلي عمل صلات كبيره جدا مع اتحاد الكوره وهيقولوا ان احنا مش هنلعب السوبر لو الكهرباء توقف، وهم المفروض يردوا على اللجنه واللجنه تحل الموضوع. فاتحاد الكوره لما سمع كلمه احنا مش هنلعب السوبر خاف رج، فرجع اللجنه للانضباط احنا بعت لكم اصلا جواب، فالجواب ما فتحش. قصه كده حوارات كتير جدا، ولكن المفيد منها ان الكهرباء حتى الان عليه العقوبه نزلت عليه 12 مباراه
ومش هيلعب ماتش السوبر حتى الان. الموضوع ده هيتغير وحيثيات القرار ده هيتغير الا لما القرار يعمل استئناف على القرار اذا كان هيتقبل وهيتقل العقوبه ولا هيفضل زي ما هو. ولكن واضح بالنسبه لي ان هي لجنه الانضباط مصممه دماغها بتعمل كده، وده القرار ده هيمشي عافيه ذوق علشان يكتموا على موضوع نادي الزمالك. مبقاش الدنيا شد من جماهير الزمالك. ده بالنسبه لجميع احوال الكره المصريه حتى الان والدنيا ماشيه ازاي وتفاصيلها. وحابب اتكلم معاكم عن المواضيع الموجوده في الساحه الرياضيه والشائكه، واتكلم برضه عن الزمالك والنادي الاهلي بشكل سريع جدا بحيث ما يطولش على حرام. بكده نكون وصلنا مع حضراتكم نهايه الحلقه. لو الحلقه عجبتك بالمناسبه تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، وتعملوا صفحتنا على البيج على فيسبوك باسم محمد جدال وجدال سبورتس، والجروب بتاعنا اسمه جدال سبورتس. كان معكم محمد جدال الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.